من هو زوج إنجي مراد؟ كشف تفاصيل مرضها وحياتها معه. تفاعل جمهور ومحبي الفنانة السورية إنجي مراد بشكل واسع النطاق مع منشوراتها الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التي أعربت فيها عن مرورها بأزمة صحية خطيرة. وقد تصدرت مراد محركات البحث بعد أن كتبت على حساباتها: أنا عم محتضر، سامحوني، مما أثار قلقا وتساؤلات واسعة حول حالتها الصحية. إنجي مراد متزوجة من رجل اسمه سامر، وهو شخصية غير معروفة إعلاميا، حيث تفضل الفنانة السورية إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء. ومع ذلك ظهر سامر مؤخرا في وسائل الإعلام بعد أن ناشد الجمهور الدعاء لزوجته بسبب وضعها الصحي الحرج. نشر سامر منشورا على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قال فيه: أنا سامر زوج إنجي، ادعوا لها كثيرا، إنجي بحاجة لدعائكم، وضعها صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعوا لها. وقد أثارت هذه الكلمات تعاطفا ودعما كبيرا من الجمهور وزملائها في الوسط الفني. وتعاني الفنانة السورية من أزمة رئوية حادة ناجمة عن فيروس خطير أصابها خلال الشهر الخامس من حملها، وقد استدعى ذلك دخولها إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات دمشق لتلقي العلاج اللازم. تعرضت الممثلة السورية إنجي مراد لأزمة صحية طارئة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث وصفت حالتها بالحرجة. وقد أثارت هذه الأزمة قلقا واسعا في الأوساط الفنية وبين جمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت إنجي قد نشرت يوم الاثنين رسالة عبر حسابها على موقع فيسبوك جاء فيه: أنا عم أحتضر، سامحوني. وهذه الكلمات القليلة أثارت مخاوف وقلقا شديدين لدى متابعيها، وهم الذين عبروا عن صدمتهم وتمنوا لها الشفاء العاجل. من الجدير بالذكر أيضا أن إنجي مراد بدأت مسيرتها الفنية في عام 2017 وشاركت في 11 عملا فنيا قبل أن تبتعد عن التمثيل منذ عام 2020، وعادت بعد سنوات من التوقف بمشاركتها في مسلسل سوق الحرامية للمخرج إياد نحاس، الذي بدأ عرضه في 19 من يناير الجاري، وهو من تأليف علاء المهنا وبطولة بسام كوسة.